نحن فعلا في 26 نيسان كان هناك اجتماعا موسعا حضره الطرف السياسي الكردي، وبالتالي يعني بالرغم من أنه نحن كحزب كان لنا ملاحظات، أنا لست بصدد ذكر هذه الملاحظات على هذا المنبر، سوف أتجاوزها، لكن جملة توصل الكرد إلى تحديد الثوابت الأساسية بالنسبة لسوريا، ما هو الحل، وبالنسبة للكرد والمكونات الأخرى. بالنسبة لسوريا أكد الاجتماع هذا ما سمي بالكونفرنس الكردي الموسع. هذا الكونفرنس كان الهدف هو توحيد الموقف الكردي. هذا التوحيد أكد على وثيقة، في الوثيقة بناء سوريا ديمقراطية تعددية برلمانية لا مركزية سياسية، هذا بالنسبة لسوريا، واللا مركزية سياسية تعني بمفرداتها وتفاصيلها الاتحادية، سوريا اتحادية، سوريا فدرالية. الجانب الآخر من الموضوع الإقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي، نعم، شعب يعيش على أرضه التاريخية وحل قضيته حلا ديمقراطيا عادلا، يعني إشراك الشعب الكردي بكافة المؤسسات الدستورية، بالإضافة أن المناطق الحالية يعني مشروع الإدارة الذاتية مشروع نموذجي يمكن أن نقدمه للحل. نحن في الحزب اليسار الكردي نتبنى مشروع الإدارة الذاتية، لأن خصوصية مناطقنا والتوزع الديمغرافي هناك أكثر من مكون موجود في هذه المنطقة، وحتى التشكيلات العسكرية والسياسية أكثر من مكون. الإدارة هي ليست للكردي فقط، وقصد هي ليست كردية فقط، هناك مكون عرب وسريان وإلى آخره، كلهم مشاركين في هذه التشكيلة العسكرية. والمنطقة عموما هناك توزع ديمغرافي، هناك عرب وكرد وسريان وإلى آخره. لذلك احتراما لخصوصيات هذه المنطقة والجغرافيا المحررة حاليا، يعني الموجودة بجغرافية محددة، يجب أن تؤخذ هذه الخصوصية بعين الاعتبار. نحن عندما نقول دولة لا مركزية، إعطاء الحق للأطراف بإدارة نفسها بنفسها.